بالفعل فدان، أنا أتواجد الآن في قلب العاصمة كييف. في هذه الأثناء تنطلق المضادات الجوية في أكثر من مكان ونحن ننتظر هذا الهواء. استمعنا بشكل واضح هنا في المحيط في قلب العاصمة إلى أكثر من 6 انفجارات. واحد من هذه الانفجارات انطلق من تلك الجهة من خلفي، وهي المنطقة التي يتواجد فيها القصر الرئاسي، وشاهدنا أعمدة الدخان في السماء نتيجة المضادات الجوية الصادرة عن الدفاعات الجوية الأوكرانية. في هذه الأثناء الإدارة العسكرية في كييف تؤكد بتجدد القصف الروسي على العاصمة ومنطقة العاصمة وضواحي العاصمة، وتقول بأن هنالك إسقاط لعدد من الصواريخ الروسية التي انطلقت من البحر الأسود ومن بحر قازوين. ليس كييف وحدها التي أعلن فيها حالة التأهب الجوي قبل نصف ساعة من الآن، وإنما عديد المقاطعات. في هذه الأثناء المحال الكبيرة في العاصمة أخليت بالكامل. هنالك حركة للناس، نحاول أن نقرب لكم الصورة في هذه الأثناء. كما تشاهدون حركة المركبات تمضي بشكل طبيعي. الناس في الميدان الرئيسي هنا في ميدان الاستقلال حيث أقف، بالإضافة إلى تلك المنطقة التي يستطيع أن يقربها لكم الزميل المصور، وهي منطقة القصر الرئاسي. منطقة القصر الرئاسي قبل دقيقة من الآن كنا نرصد فيها عددا من أصوات الانفجارات، وهي بالتأكيد ناتجة عن المضادات الجوية الأوكرانية. ورصدنا أيضا دخانا متصاعدا في السماء في تلك المنطقة. أجدد مرة أخرى وأقول بأنها منطقة القصر الرئاسي في قلب العاصمة كييف. حالة الإنذار الجوي أعلنت هنا في قلب العاصمة قبل نصف ساعة من الآن، والسلطات المحلية عمدة كييف الإدارة العسكرية هنا في العاصمة دعت السكان إلى البقاء في الملاجئ. لكن هذه الحركة التي تشاهدونها في الشوارع وفي الميادين الرئيسية في كييف هي حركة اعتيادية. الناس هنا نهاية فدا تأقلموا وتعايشوا مع القصف المتكرر. نعم.